جربت قبل كده الحلويات التركية اللي جاية من قلب تركيا. النهاردة بقى هجرب الحلويات التركية المعمولة في مصر. جبتها من عند تركيش ديلايت. هنشوف هل في فرق بين حافظ مصطفى وتركيش ديلايت ولا هتبقى مقارنة غير عادلة وغير منصفة. يلا بينا نشوف. سميد تركي، بقلافا وكنافة وشكر بارة، سوتلاش، تريليتشي رافاييلو كازانيتشا وليالي اسطنبول. انا متحمسه قوي. تعالوا بقى نعرف الاسعار واحده واحده كده وندوق الطعم. نخلي البقلافه في الاخر بما ان هي اكتر حاجه مسكره. انا عايزه ابدا بالكازان. هي كازان ولا قزان ولا قزان احزان؟ راسي بلد حيوانة خرسيس أدبسيس. حلوى تركية اتشهرت قوي وكانت ترند الفترة اللي فاتت وكل الناس بتعملها في البيت وكل الناس بتقول عليها روعة وتحفة وما فيهاش ملهاش زي. هي عبارة عن مهلبية محروقة على النار. واحدة كازان ب50 جنيه. تعالوا ندوق كده. هي قوامها كريم كراميل كده على كاسترد على مهلبية رز، يعني ميكس قوام كده، بس طعمها اقرب حاجه للكريم كراميل. اللون البني دي بقى اديتها حروقه كده مكرمله طعمها. عارفين البطاطا لما تبقى معسله ومكرمله كده ومحروقه شويه؟ انا عن نفسي كنت بحب البطاطا محروقه وافضل اكحت القشر كده بتاع البطاطا المحروقه ده، كان بيديني طعم جميل قوي. هو نفس الطعم ده، فلذيذه. لا مش وحشه تصدقوا، كريميه كده ومحروقه ومعسله، لطيفه الكازان دي. طعم الكريم كراميلا قوي مع سنه حروقه زياده، حلو. اتحمست ادوق اللي بعده. بما اننا دوقنا الكازان فندوق الكازانيتشا بقى، اللي هم ايه دلعوها يعني، اللي هي اكيد كازان على تريليتشي فبقت كازا ليتشي ب65 جنيه. بعتذر لكم عن شكل مناخيري، هي ما بتحبش تروح المصيف. لما تروح المصيف بتاخد الشمس كلها لوحدها. تعالوا ندوق الكازانيتشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ميكس لطيف قوي بس دسم قوي وغالب عليه طعم الكازان ده، مش هو اسمه بالعربي لان هي طبقه تريلاتشي بالكريمه بتاعتها بالحليب بتاعها وفوقيها طبقه من الكازان، فطعمها جميله قوي قوي. والتريلاتشي كمان خفيفه قوي مليانه لبن. بما اننا دوقنا الكازانيتشا فندوق بقى التريلاتشي رافاييلو ولوز. فالتريلاتشي رافاييلو دي حاجه جديده قوي ب70 جنيه، بس حاسه ان حجمها صغير قوي 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 على 70 جنيه. تريلاتشي رافاييلو ايه ده؟ تصدقوا فيها فكره؟ هي من تحت كيكه بالحليب زي التريلاتشي بالظبط، ولكن الكريمه اللي من على الوش دي كريمه مخلوطه بجوز الهند، فتحسها تقيله كده وكريميه وزبديه كده، قوام عامل زي الزبده. طعم جوز الهند قوي جدا فيها، ومن على الوش لوز وعسل، فطعم جوز الهند قوي جدا. اللي يحب جوز الهند هو اللي يحب الكيكه دي. بس هي يعني فقدت معنى التريلاتشي لان جوز الهند بقى فيها قوي جدا، فالتريلاتشي بتحس ان هي بتحس بطعم الكيك والحليب اكتر. هنا بتحس طعم جوز الهند الكريمي اكتر، لكنها فكره لطيفه مش وحشه. بس هي بقت حاجه تانية غير التريلاتشي، حاجه حلوه بس مش تريلاتشي. احب انا قوي نفسي في التنظيم. تعالوا بقى ندوق ليالي لبنان. انا اسمع عنها كتير وهي حلوه معروفه. لبنان مين؟ هي ليالي تركيا ولا ايه؟ ليالي اسطنبول، نسيت والله. انا اسمع عن ليالي لبنان صحيح فعلا والله، بس دي ليالي اسطنبول. هل هي مختلفه عن ليالي لبنان ولا لا؟ مش عارفه. دي تريلاتشي برضو ولا ايه؟ اعتقد ان فيها جلاش. طيب تعالوا نشوف. ليالي اسطنبول ب65 جنيه. دي ليالي اسطنبول، دي تريلاتشي. بس هي لذيذه بصراحه. هي ايه الفرق بينها وبين التريلاتشي يعني؟ هي عباره عن كيك برضو بالحليب، ما فيهاش اي حاجه زياده. حتى اللون اللي تحت ده لون الكيك، لون قعر الكيك. من على الوش فيها كريمه، بس كريمه تقيله، كريمه تقيله وغنيه بطعم الفانيليا، ومحطوط عليها فستق من على الوش طعمه قوي جدا. فهي جميله قوي كتريلاتشي. ليه اسمها بقى ليالي اسطنبول؟ تيجي نحدق شويه او نفصل بالسميط التركي. دايما كنت اشوف بقى ايه البلوجرز اللي بيروحوا تركيا لازم يعدوا على الكورنيش بتاع تركيا كده اللي ما فيهوش سور ده ومنك للبحر ويجيبوا بقى السميط التركي. يفرق يعني السميط المصري بتاعنا؟ يعني انا نفسي افهم. شكلها يعني ايه لا يبشر ان هي صبحه. هي مش صبحه، سميطه عاديه. تعالوا ندوق. بسم الله. سميطه عادي. ايه التركي في كده يعني؟ بس هي مالحه سنه. يمكن في تركيا ليها طعم تاني.
مع كوبايه الشاي بقى الاستكانه التركي وبتاع، اكيد الشاي برضه هيبقى نفس الطعم عادي يعني. فدي يا جماعه، وبشركم البنات كلها اللي بتتابع البلوجرز الجمال وانا من ضمنهم انه ده سميط عادي جدا يا بنات، ماشي. السميطه دي ب15 جنيه. قبل ما ندوق البقلاوه بقى تعالوا نخش على سوتلاش. انا سالت ايه هي السوتلاش دي، قال لك رز بلبن معمول بدقيق الرز، يعني ميكس مهلبيه ورز بلبن في بعض. السوتلاش ب45 جنيه. بسم الله. تصدقوا ميكس حلو. هي طعم مهلبيه الرز قوي ودسمه وكريميه وجميله، واخده وش فرن بسيط قوي، وفي نفس الوقت في حبيبات الرز بتدوقها ببقك، لكن الطعم الغالب ما هوش طعم الرز بلبن، هو طعم المهلبيه، لكنه طعم حلو قوي يعني، مهلبيه معموله حلو. لا جميله، انا عجبتني الحاجات لحد دلوقتي يعني. مستبشره خير بقى ان انا ادوق الحلويات الشرقيه والبقلافه، احس ان انا في تركيا بقى قوي، مع اني ما رحتش تركيا قبل كده. ده بقى بوكس اسمه متنوع خفيف، معرفش يعني هو ليه خفيف ب 450 جنيه. طبعا انتوا عارفين ان البقلاوه لما بتيجي من تركيا على الاقل يعني اصغر حاجه مثلا بتبقى 1000 جنيه 2000 جنيه البوكس الواحد الصغير. لكن عند تركيش دلايت برضو في حاجات بألافات يعني، لكن ايه حاجات مخصوصه، بقلافه مثلا بالفستق كلها او بعين الجمل كلها او كده. اصلا دخلت الموقع بتاعهم بصراحه وقلبت فيه جامد. الشكر بره دي اللي هي ايه يعني، اللي هي رموش الست يعني، والتراوكه بيدلعوها. طب تعالوا ندوقها اول واحده. على حته بندقيه من فوق. والله هي رموش الست، لازم نغير اسم الحاجه يعني عشان تبقى مختلفه. طب تعالوا ندوق بقى البقلافه اللي هي اهم حاجه في الدنيا دي، اسمها عش البلبل. طب ما بقلافه تحفه. هي طبعا ما فيهاش فستق كتير يعني يعتبر البوكس ده بوكس رخيص، ولا في هنا فستق كتير. اهي دي بقى نفس الشكل بالظبط اللي بتتعمل في تركيا عند حافظ مصطفى، والله العظيم دي نفس الطعم بالظبط طعم الفستق، هم حاطين فستق حقيقي يعني، مش اللي هو الفستق اللي ملون والحاجات المغشوشه ودي، لا حلو. وعاملين البقلافه فعلا هش قوي ورقات كتيره قوي، وطعم السمنه اللي مستخدمينها حلو، مغرقينها عسل برضو. في هنا برضو بقلافه ساده وكنافه وبسبوسه كمان. انا هدوق اخر حاجه البسبوسه عشان انا بحب البسبوسه مش عشان اي حاجه تانية. البسبوسه مش عجباني قوي لان هي لونها ابيض، وانا بحب البسبوسه الغامقه المكرمله اكتر يعني. بس بصراحه الحاجه النهارده عجبتني جدا جدا بصراحه، وعادي يعني اللي نفسه ياكل من حافظ مصطفى ممكن يجيب من تركيش دلايت عادي جدا بس كده. لو عجبكم بقى الحلقه اعملوا لايك وشير، قولوا رايكم في التعليقات. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.